السلام عليكم. اعمل معاكم النهارده وصفه جميله جدا جدا جدا، وكمان سهله وتنفع معاكي في العزومات والحشوات. فيها بتكون كتيره جدا، مفتوحه ليكي باي طريقه انت تحبيها وباي شكل انت تحبيه. هنعمله مع بعض بطريقه بسيطه وبطريقه سهله في الفيديو، زي ما احنا متعودين ان احنا دايما نعمل حاجه بابسط طريقه ممكنه. يلا مع بعض نشوف الفيديو. بس يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. يلا مع بعض نشوف الفيديو. هنعمل السيرب بتاعنا الأول. كوبايتين من السكر، معاها كوبايتين من المية، وبتقعد على النار حاجة بسيطة جدا، حوالي ما تغلي تقعد 10 دقايق، وبعد كده تطفي عليها وتسيبيها تبرد تماما. اجهز معايا ورقة جلاش. هنشوف مع بعض هنشكلها ازاي وهنفردها مع بعض ازاي. هناخد معانا ورقة واحدة منهم، هنحاول نفكها كده. معايا اهي ورقة من الجلاش، ومعايا المادة الدهنية اللي انتي تفضليها. انا مستعملة هنا الزبدة البقري. هفرد المادة الدهنية على ورقة الجلاش وهلفها بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت. طبعا الجلاش معانا بنكون مغطيينه، ما تسيبهوش مكشوف عشان ما ينشافش منك. مهمة جدا الحتة دي، لازم تكوني مغطية الجلاش عشان ما ينشافش منك، وتشكليه زي ما احنا شفنا. هعمل معاكي واحدة كمان. هندهن زي ما احنا عملنا قبل كده الورقة بتاعتنا بالمادة الدهنية اللي احنا مستعملينها. شايفين الطريقة بسيطة وسهلة ازاي، والنتيجة ممتازة. زي ما قلتلك لازم تكوني مغطية الجلاش بتاعك. اخر قطعة هنعملها قاعدة تحت علشان نحط عليها الحشوة بتاعتنا. وعملنا الكمية كلها. هندهن وشها بالمادة الدهنية قبل ما ندخلها الفرن بتاعنا. على فكرة الفرن دلوقتي والع. وجهزناها اهوت. الفرن يكون سخن وعلى درجة حرارة 200. بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة أو 25 دقيقة. ولما تستوي معانا نشغل الشواية علشان تحمر الوش بتاعها. وخرجت معانا من الفرن لسه خارجة حالا اهو سخنة، وهنزل عليها بالسيرب بارد. الصينية معايا سخنة اهي، ونازلة عليها بالسيرب بارد. هسيبها تبرد تماما على ما اجهز الحشوة بتاعتي اللي انا هستعملها. على فكرة كده ممكن تتحط في اللانش بوكس، جميلة جدا وصنف حلو يبقى مع الاولاد في المدرسة. انا هحشيها هنا. هعملها بالكريم شانتيه. هضيف له السكر البودر، وهنزل عليها بمية متلجة. لازم تكون المية متلجة يا جماعة. وهضربها بالمضرب.
لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه، والقوام كده ممتاز بجد قمر. هحطه في كيس حلواني وابدأ ازوق الجلاش بتاعي. ممكن بدل الكريم شانتيه ممكن كريمة الكاستر، ممكن المكسرات، بس زي ما انتي عاوزة وزي ما انتي تفضلي. الخطوة دي براحتك انتي فيها. هعمل الكمية كلها وارجع لك. ومعايا الكمية اهي خلصت. بجد وصفة ممتازة وطريقتها سهلة جدا زي ما احنا شفنا مع بعض. وزي ما قلتلك اخر خطوة دي ترجع لك انتي. شايفين قمر؟ وكمان طعمها خطير. بألف هنا للي يجرب الوصفة بتاعتي. يا ريت كومنت محفز ولايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. واشوفك على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة، مع ألف سلامة.